قصة النهاردة بعنوان دهاء زوجة من كتاب يحكى أن. يحكى أن في إحدى القرى الريفية كان الناس لا يعرفون حقد المدن وقسوتها، يعيشون إخوة متحابين يتعاونون في الزراعة والحصاد ويقتسمون بينهم اللقمة تملأهم الفرحة وتغمرهم البهجة. وكان في القرية رجل غني طيب المعشر حسن الأخلاق، يقرض الناس ويصبر عليهم ويساعد المحتاج، وإذا نزل بأحد سكان القرية مصاب عزاه بنفسه وماله، وإن نزل ببيت أحد أهل القرية ضيف أرسل لصاحب البيت أطايب الطعام ليكرم ضيفه. وكان للغني 3 بنات شارفت أكبرهن على سن الزواج، ولم يتقدم أي من شباب القرية لخطبة إحداهن، على عكس فتيات أهل القرية التي تزوجن في سن مبكرة كما هي حال الفتيات في القرى. وفي ليلة صيفية مقمرة جلس الغني وزوجته يتسامران في باحة الدار، فقالت الزوجة: أيرضيك حال البنات؟ فقال الغني باهتمام: وما بهن؟ قالت: تزوجت بنات القرية وأنجبن، وها هي أكبر بناتك في سن الزواج ولم يتقدم لها أحد. قال لها: صحيح، برأيك ما السبب؟ قالت: والله ما أوقف حال البنات إلا ثروتك وغناك، فإن الشاب إذا أراد أن يترك بابك حدث نفسه أو حدثه أهله، ما ذنب البنت تنقلها من الغنى إلى الفقر، ومن البيت الكبير إلى الكوخ الصغير؟ ثم أكملت قائلة: أنت السبب، يجب أن تتصرف. قال لها بصوت فيه شيء من الغضب: ماذا أفعل؟ أأشتري لهن أزواجا؟ ابتسمت الزوجة وقالت: لا، ولكن إذا كان يوم الجمعة فاذهب إلى إمام المسجد وقل له أن يخطب خطبة عن غلاء المهور، وأن هذا لا يجوز، وأن أكثر النساء بركة أقلهن مهرا. ثم إذا انتهى الإمام من خطبته قف واثني عليه، فيعرف الناس أنك لا تريد لبناتك أزواجا أغنياء. ذهب الغني إلى إمام مسجد القرية وطلب منه أن يخطب خطبة عن غلاء المهور، وهكذا كان. بعد أن انتهى الخطيب من خطبته وقف الغني في المسجد وقال: بارك الله بالشيخ على هذه الخطبة المباركة، علينا أن نتعامل بروح الأخوة فيما بيننا، كل الناس لآدم وآدم من تراب. والتفت إلى رجل وأشار إليه قائلا: أبو عادل عنده بنات ويتشرف بشباب أهل القرية على ما هم عليه، وبيت أبي محمد مفتوح، وبيت أبي خالد، وبيتي. يجب أن نيسر على شباب أهل القرية لييسر الله على أولادنا، والشاب لا يعيبه إلا أخلاقه، والفقر لم يكن يوما عيبا، كلنا أهل يا جماعة، وكلنا أولاد 9، وما هو إلا أسبوع حتى زفت البنات ال3 كل إلى زوجها. وبس كده. قولوا لي إيه رأيكم في قصة النهاردة، وأشوفكم مع قصة جديدة بحكاية جديدة. أعاننا الله وإياكم.